صباح الخير أو مساء الخير. تعالوا نعرف كده للناس اللي هيقابلها الأوديو ده وهتفتحوا مين هي الروح اللي جنبكم دلوقتي، من عيونه قراية وترميز جلال الدين الرومي أو الصوفي الرومي. ونعرف هي عايزة تقول لكم ايه. لو الاوديو ده انت انجذبت ان انت تفتحه وحسيت انه ممكن يقدم لك رسالة، تأكد ان هو بيحمل لك الرسالة دي بشكل او بآخر حتى لو انت ما فهمتهاش. طاقة الطارو طاقة عموما يا جماعة ما فيهاش زمن، يعني ممكن already تكون بتقولك كلام حتى واحنا بنقوله في صيغة المضارع الحاضر، هو يكون هيحصل في المستقبل لسه واحنا بنقول ان هو حاصل دلوقتي حالا. عشان كده القرايات دايما بتكون مفتوحة، لانك لو جيت فتحت الرسالة او اي قراية تانية في وقت تاني هتلاقيك فهمتها. لو ما كنتش فاهمها المرة الأولانية هتلاقي حاجات كتير قوي، هتلاقي احتمالات كتير قوي، هتلاقي انك فهمتها. لو انت ما كنتش فاهمها المرة الأولانية هتلاقيها انطبقت ولكن بشكل تاني وعلى موقف تاني خالص، ويمكن انطبقت بشكل أدق وقتها. وده يحصل مرة واتنين وتلاتة، يعني نفس الأوديو تلاقيه انطبق وبيقولك كلام بالمفرد وبالدقة وبالتحديد مذهل عن حالتك دلوقتي. لو حتى حسيت انه الرسالة انت مش فاهم منها حاجات، تأكد ان هي برضو جاتلك في وقت مناسب. كنت محتاج حتى تسمعها المرة دي علشان تحس بواقع الطاقة وازاي الطاقة بتشتغل، عشان لو حصل وسمعتها مرة تانية وعرفت ازاي هي هتنطبق او تفهمك ليه هي ما انطبقتش اصلا المرة الأول. يعني الموضوع صعب وصفه بالكلمات وصعب محاولة التعبير عنه بالمنطق اللي احنا نفهمه. الموضوع محتاج ان انت تعيشه. ف اعرف ده دايما وانت بتسمع اي رسائل سواء هنا او في اي قناة تانية. اي طاقة انت انجذبت لها وحسيت ان هي مش لمساك بشكل او باخر، اعرف انه برضو انت فتحتها لسبب ما. يمكن هتعرفوا بعدين، مش دلوقتي تعرفوا. هتعرف منه انه
انت بتتعامل مع قوة متماسكة جدا ومذهلة وبره قانون الزمن، هي اصلا الزمن. طيب تعالوا بقى تعالوا نفتح كده، ننظف الطاقة سوا كده في بداية الأوديو. كان نفسي يا جماعة والله الحاجات دي تبقى متصورة، بس أنا أصلا يمكن انت لو متابع يعني بقعد بالعافية لأسباب صحية يعني، فكرة ان انا كمان اوضب قاعدة اكون فيها حواليا معدات تصوير واضاءة مظبوطين صعب جدا يعني. انا اصلا ببقى بعمل قرايات و يعني مش قاعدة مرتاحة، وحواليا كركبة ربنا اللي يعلم بيها يعني. بس كله بيهون والله لما بدخل وبستغرق بيهون يعني. انا فتحت عود بخور دلوقتي، عود مسك احمر، اكتر بخور بحبه هو المسك الاحمر. يعني تخيلوا كده ان انتوا شامين معايا الريحة بتاعته، ريحته جميلة جدا. ناخد طاقتكم كده، ننضف برضو طاقتكم، طاقتي وطاقتكم سوا. ناخد طاقتكم في الكروت. هتلاقوا الصور بتاعت القراية في الكومنتس، ودايما يبقوا بصوا على الديسكريبشن بوكس عشان لو قايلة في اي معلومة يعني. يلا نبدأ. طفيت طبعا، مش راضي تطفي. ساعات بحس ان دي اشارة حلوة يعني، انا عايزة اطفيه اني فتحت شوية بس نضفت كده، عاوزة اطفيه علشان برضو مفيش مكان احطه جنبي هيبهدل الدنيا، لازم احطه بعيد. فانا مسكته في ايدي كده ونضفت ودلوقتي بحاول اطفيه، بس هو مش عاوز بحسها اشارة حلوة لما ابقى بحاول اطفي عود البخور ومش يعني مش بيبقى عاوز يطفي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده هنبدأ هنشوف مين هي spirit، الناس اللي بتسمعني دلوقتي. معايا طاقتهم دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مين هي السبيريت او الروح
أو الطاقة الإلهية اللي جنبكم دلوقتي، وعاوزة تقول لكم ايه. بسم الله. وانا موطية المزيكا عشان تبقى مناسبة، اتمنى ما تكونش واطية خالص مش باينة يعني. مين هي الروح اللي جنبكم دلوقتي وانتوا بتسمعوا الاوديو ده، حواليكم محوطاكم ومكلفة حاليا بانها تحوطكم؟ وعاوزة تقول لكم ايه. بسم الله. Sacred Soul Sister. Sacred Soul Sister رقم 37. أنا شايفة أكتر من spirit، مش spirit واحدة. يعني في الكارت في 2. تعالوا كده نبص على الجايد بوك العظيم بتاع الدكة دي. 37. This oracle comes with particular guidance also. You know something deep in your bones. انت عارف حاجة عميقة يعني في جسمك، في عظمك، without knowing how or why or without particular reason. يعني انت عندك معرفة ما لكن مش عارف ايه سبب المعرفة دي. يعني عارف عن شيء او حاسس بشيء لكن مش عارف ايه سبب الاحساس ده. you just know it doesn't make sense، رغم ان انت عارف انه ده لا يعني اي منطق، يعني ده مش تابع لاي منطق. but no it's situation it may be that something is going to work out
beautifully despite appearance to the contrary at a particular moment. It may be that you are meant to take a certain path, you just know. في طريق، في تصرف، في موقف، في حدس عندك انت حاسس انك المفروض تتبعه، حتى لو انت شايف انه ده ما فيهوش اي منطق. This oracle comes as a confirmation that you are knowing. السبيريت دي بتقولك انه انت already حاسس بده، انا بس جاية بأكد لك اللي انت حاسس بيه ده، لكن انت already حاسس باللي انا بقوله. انت يمكن فاهم السبيريت دي اكتر من اني انا احاول افهم. Is your sacred soul sister talking through you? Trust it and act or not accordingly. the spirit اللي هي sacred soul sister دلوقتي بتتكلم من خلالك، خليك واثق وتصرف بناء على الحدس اللي هي بتحاول توصله لك او تأكده لك جواك. اوكي، I love you, I am your other self. السبيريت دي او الروح دي هي الأذر سيلف بتاعتك. I am with you always, your partner on this soul journey. أنا حليفتك أو صديقتك أو أنستك في رحلتك. I am the you that you don't not see. أنا أنت اللي مش شايفها. I am the you that speaks through intuition and instinct. أنا أنت اللي بتتكلم بالحدس والغريزة. I whisper and sing and shout my creased truth telling to you. أنا بهمس وبغني بالحقيقة وجنونها. أنا أحلامك، أنا جسمك، أنا حكمتك، أنا كل ثقتك في الحياة اللي بتعرف واللي بتشوف الواقع زي ما هو بحقيقته. أنا أنت اللي عارفة تكون سعيدة وحرة. Sacred Soul Sister. طيب تعالوا نسأل كده، أنا عاوز أخد القراية دي من منطلق محلق أكتر، روحاني أكتر. مش عايزة أدخل في صراعات، يعني مش صراعات، يعني مواضيع معقدة ليها علاقة بقرارات مهمة أو لخبطة أو ارتباكات جواك. انت اللي قادر تتعامل مع الحاجات دي أكتر. احنا
احنا بس حتى لما بنتكلم في ده بنبقى ايه، بنساعد بس، بنديك هنتات، لكن في النهاية انت اللي السبيريتس اصلا، والطبيعة والزمن وكل الطاقة المكلفة ان هي تساعدك في الرحلة بتبقى عاوزاك انت اللي تفهم وتميز وتتعلم الدروس ومش حد يجي يقولك حاجة معينة. خليك عارف ده يعني دايما. فخلينا في القراية دي نديك الطاقة الروحية اكتر اللي وراء الارتباك اللي الكارت بيتكلم عنه. تعال نعرف كده السبيريت دي معاك النهاردة بس ولا بقالها مدة حواليك؟ Spirit Sacred Soul Sister دي هي معاك النهاردة بس ولا بقالها مدة حواليك؟ بقالها مدة حواليك، بقالها مدة حواليك وطول الوقت بتراقبك مين الواتشر بتاعتك؟ توأم شعلتك الكوني روحيا. يعني عارف لما الروح في الكون اللي هي، انا سجلت اوديو بخصوص الموضوع ده منزلتوش، ممكن انزله النهاردة. انه توأم شعلتك بيبقى في الاصل هو الكون، هو طاقة روحية بحتة. فممكن يكون يظهر لك ويتجسد حتى لو بشكل مؤقت في حد، لكن هو في الأساس هو الواتشر بتاعك، هو اللي انفتاح البعد السادس ليك. مش ان انت تشوف البعد السادس، لا، ان هو يبدأ ينفتح عليك لانه انت اوريدي في مرحلة خلاص اللي هو بتبتدي يعني اوان ان انت تتواصل مع الضفة الاخرى اللي هو من جوه اللاوعيك، الشبكات العصبية اللي مهملة في ظهرك، في الباك بتاع دماغك. وهو ده اللي هو الجريل على فكرة، هو ده الكأس المقدسة. في الأديان بيسموها أو في الموروثات الشعبية الدينية يعني بيسموها القرين، وفي الحضارة المصرية بيسموها القاء بتاعتك. هو ده توأم الشعلة يا جماعة، الكون، الطاقة الروحية اللي في الكون. اصلا حتى الكارت عشان كده جاي يقولك ان هو انت حاسس بده، حاسس ان انت ابتدت توأمك الكوني ومعرفتك الصحيحة بقى المعنى كلمة قرين اللي كالعادة هي رمز طبعا ارتبطت بحاجات غلط خالص ومفاهيم غلط خالص. هو ده نسق التاني في الدين، انه احنا طول الوقت ماشيين بنص دماغ حرفيا. النص التاني بقى اللي هو اللاوعي، هو ده توأم الشعلة بتاعك. فانت في وقت الشبكات العصبية اللي في دماغك دي تنفتح وتتواصل معاك، سواء جسدت اوقات
في أشخاص، كذا شخص ممكن ده يحصل، أو ثابت تجسيدها في شخص معين بيتعامل معاك، لكن في النهاية حتى وهي مجسدة هي موجودة حواليك كطاقة مجردة. الرسالة دي من توأم شعلتك الكوني حرفيا، من الواتشر بتاعك، من القاع بتاعتك، من الأذر سيلف، حتى الكارت قايل ده. يعني يا جماعة جلال الدين الرومي مثلا كان القاع بتاعته أو توأم شعلته الكوني كان متجسد في وهي مش علاقة عاطفية، يعني كان متجسد في شمس الدين التبريزي، ولكن ده برضو كان لوقت محدد، والتبريزي بعدها اختفى وسابه يكمل الرحلة بطاقة ان هو مع الطاقة التجريد نفسها، لانه في الاصل هو مش انت اصلا رحلة توأم الشعلة دي ما هياش رحلة عاطفية خالص، هي رحلة بتفهم فيها انه كل الناس هم كل عالمك في المرحلة دي هو الله، هو بيدلك على وجود الله. فعشان كده الموضوع مش متعلق بأشخاص بعينهم. يعني حرفيا شمس كان بالنسبة لجلال الدين الرومي كان عارف اللي هو تقدر تقول بشكل رمزي اللي هو عارف الكون لما يزورك، يعني حبك الكوني اللي هو الجزء التاني من الجزء، يعني الجزء التاني منك، نصك التاني، روحك لما تتجسد في شخص كده تيجي تزورك حاجة كده. وهي اخر الرحلة دي او الغاية منها اصلا ان انت تستدل بروحك نفسها على اكتمالك، على اهو طلعلي 3 of cups، على بقيتك. طيب احنا عايزين نسأل ايه تاني؟ ايه اللي روحك او الاذر سيلف بتاعتك عاوزة تقوله لك دلوقتي؟ تقولك استشعر وجودي، فتح وحس وجودي حواليك طول الوقت.
احس انه وقت الوحدة انه انا موجودة حواليك. حس وقت الندرة ان انا موجودة حواليك. بص، في ايد هي طول الوقت مدالك ايد، مدالك ايديها، بس انت مش يعني احنا بننسى. احنا بننسى. طب ايه الحاجة الجميلة المبشرة اللي ممكن تفرح قلبك، اللي هي شايفاها فيك وحاصلة حواليك، لكن انت ما اخدتش بالك منها لسه، او مش قادر تشوفها؟ ان انت قربت تعدي، ان انت في المرحلة دي كنت ماشي على خط او على حبل او ماشي في رحلة. عموما الرحلة دي كنت بتتعلم فيها نوع تاني من التوازن، ما تعرفوش اول مرة تفهمه. توازن يخص الروح، انك اوريدي اتعلمت ال التوازن ده في المرحلة دي، وانك قربت تخلص المرحلة دي خلاص، خطوة واحدة. ورايح لحكمة، يعني لحكمة الملوك. عارف التشيك ميت بتاع الشطرنج في المرحلة دي، اللي هو في نوع من الحكمة انت ما كنتش بتتعامل معاه خالص، او ما كنتش تعرف حاجة عن الحكمة اصلا. والحكمة بالمناسبة هي بقيتك الاذر سيلف بتاعتك، اللي هو بقيت معرفتك عن نفسك. هي دي الحكمة، هي حكمة الكون وحكمتك انت الخاصة، والاتنين بيمتزجوا مع بعض في المرحلة دي جدا يعني. فبيبقى حرفيا الكون بيتحرك جواك وبيستيقظ جواك. انت هتوصل للكينج اوف سوردز، رايح للمرحلة دي بعد شوية، خلاص خطوة واحدة. كينج اوف سوردز ده هيفتح قد ايه قلبك، هيكون يعني هيحقق لك الشبع و... و... ويملأ قلبك بالحب،
بنسبة قد ايه كده يعني؟ شفاء قلبك هيكون شكله ازاي؟ يا طفولة، ذفول هيكون يعني اللي هو زهرة الحياة، زهرة الحياة يا جماعة. ذفول اللي هو اللي قلبك هيزهر، قلبك حرفيا هيزهر. هتعرف. لسه شايفة، بحب جدا في يا جماعة مجموعة فيديوهات كده انا بحبها جدا وعلى طول بشوفها، يعني شيرت معظمها على الصفحة عندي. وفي لسه الفيديو من الفيديوهات اللي بحبها دايما وبشوفها فيديو فنان الحياة بتاع سائد درداز، لما بيقول ازاي تكون فنان حياة وازاي تتعامل مع التنين بتاعك، مع زمنك، مع عقلك اللاواعي، مع الزهرة، مع نورك الفاطمي، مع زهرة حياتك. فانت هتكون اللي هو بيقول في الفيديو، لكي تعرف الزهرة يجب ان تكون الزهرة. فانت هتعرف الزهرة. هتعرف تكون حر، هتعرف الأوجاع الكبرى للكون، وده هيحررك من أوجاعك الخاصة، هيخليك عارف ازاي تداويها بمنطق عين الإله، اللي هو بتدوب فيه الجروح الصغيرة جوه الجروح الكبيرة بشكل ما بيثقلش عليك، بالعكس بيحررك، زي ما البنت دي واقفة كده وبتشم الهوا وبتعرف الكون وبتعرف الزهرة. هينعش روحك، هيعرفك معنى جديد للقوة. كينج اوف وونز عادة في الطارو انا بحسه كارت يعني هو في اصله جميل، بس في المعظم في القرايات في العادي بيطلع سلبي، لانه متحكم. الكينج اوف وونز متحكم وحامل لمشاعر حارقة، طلع لي دايما لان انا عندي مشاعر حارقة كتير قوي. لكن فهمت لما ازاي بتتحول المشاعر دي، انت بتحولها جواك على قد ما تقدر. يعني ازاي بيحضر الاسد بقى اللي ورا ده بمفهوم تاني خالص، بقوة تانية خالص، باستكانة ويقين وثبات وتجذر حقيقي في الروح.
لو انت بنت فده هيحسسك ان انت بتتواصلي مع شريك، حتى لو انت ما عندكيش شريك هيحسسك، بيفهمك معنى الذكورة الحقيقية جواكي، وبالتالي هتبقي حاسة بمعنى الذكورة اللي انتي محتاجاه في حياتك. ومش عارفة ليه حسيت ان اللي هيسمعني يعني ان في رجالة كتير هتسمع القراية دي. لو انت راجل هتكون ال... النموذج بتاع الكينج فونز ده. احنا يا جماعة مش اركتايبس بنفضل زي ما احنا، يعني حتى لو انت بتتحول للنموذج ده مش معناه ان انت هتفضل طول الوقت زي ما انت. ظلالك ساعات بترجع تتعكر تاني، ساعات بنرجع ننام تاني، ساعات بتبقى محتاج اصلا انفراجة لظلالك ترجع تتعامل بظلالك بشكل غير واعي. فده وارد كله. ده مش بيمنع ان انت بتتحول للاركتايب ده، ان انت بتلاقي ذكورتك وبترجع لها. انتوا ملاحظين ان انا لما سألت ايه المرحلة انت رايح لها كينج اوف سوردز كينج اوف وونز، الذكورة الحقيقية، سواء انت بنت او ولد، انت هتبقى فاهم وعايش وحاسس. محدش يقدر يوصف لك ده. انا لو قعدت اتشقلبت للصبح مش عارفة اوصف لك يعني ايه تبقى حاسس بالقوة الحقيقية، بالفعل الحقيقي، بالتأثير الحقيقي، وانه ده كله جوه التجذر والاستكانة والحب. تاجك يعني لسه والله قارية امبارح كده مقولة جميلة جدا، انه القاسي يعني لما وده عموما احنا ممكن نكون قاسيين في اوقات، يعني مش القاسي اللي هو بعيد عنك، اللي هو دايما اللي قدامك، لا احنا ساعات بنبقى قاسيين في اوقات. فلما بنكون قاسيين احنا بنكون ضعفة يعني، وده قلناه قبل كده في الاوديوهات اللي فاتت كلها، اللي هو لما بنكون قاسيين احنا بنكون ضعفة، لان القوة الحقيقية في اللين، في ال في ال في اللين الحقيقي اللي جاي من تجذر وثبات وحكمة واطمئنان. بتبقى جاية من اطمئنان، ان انت مطمئن. انت حتى لو حد اسألك بشكل ما عندكش وساوس بتقعد تقولك انت سايبه سألك، انت سايبه مش عارف ايه، انت سايبه. هتجرب ده وهتحسه وهتعرف قد ايه انه لما بيحصل العكس وتضطر وتلاقي نفسك بشكل غير واعي طلع الظل وحسيت ان انت محترق لدرجة ان انت بتعبر عن ده. هتحس قد ايه انت في اللحظة ديت يعني من البداية مش حاسس قوتك. لكن لو مثبت ان انت طول الوقت حاسس قوتك من الاول، وهو ده اللي علشانه بنقول لما يجي الظل ويطلع فجأة ما تكبتوش. يعني هدي نفسك بمعنى انه فكر نفسك، حاولت ما حسيتش ده، اعمل اللي انت حاسه، يعني اعمل اللي انت حاسه واعرف ان هو مش احسن حاجة، اوعى بس بالموقف. بس دايما افتكر انه ده حصل لان انت مش بقالك فترة مش مثبت قوتك واستكانتك ويقينك من منطقة الحب دي، مش داخل في قوتك الحقيقية، في مركز قوتك الحقيقية. فبالتالي اتراكم الظل وابتدى عاوز يعبر عن نفسه. لكن لو هو من الاول انت واخده معاك في مركزك ده وداخل انت وهو في المركز، هو مش هيضطر ان هو في وقت من الاوقات يطلع بالشكل ده. لكن برضو خليك واعي انه ساعات بتبقى الانفجارات
مترتبة من الكون. يعني ما تلومش نفسك عموما، سواء الظل طلع من منطقة التراكم دي لانك مش في مركزك، او لو حصل بشكل تلقائي تماما. المهم ان انت دايما تكون عارف انك بتتحول الاركيتايب دي، لانك بتعرف وفهمت وبتكون في مركزك اوقات كتير حتى لو حصل العكس. المهم ما ترجعش تاني للبرمجة القديمة، الوسوسة القديمة، للأصوات اللي بتقنعك انك في غاية قوتك لما تبقى بتتصرف من حتة محتنقة وقاسية جواك، متعكرة، انك مضطر تظهر أسوأ ما عشان تكون قوي. اعرف ان دي مش القوة خالص. judgment. انت بكده هتكون وصلت خلاص للحكم الناضج بتاع رؤيتك للأشياء. يعني هتكون ارتقيت الأشياء بشكل ناضج وحكيم. هتبقى قدرت توصل، قدرت تطلق النسخة الحرة منك، حتى لو معلش بتتشد تاني وتتسحب تاني وتتقل تاني. معلش في أجزاء محتاجة تتطهر، لكن ثبت البرمجة نفسها، ثبت الحكمة الجديدة اللي هي البرنامج الأصلي اللي اتمسح. ثبته واهدى بيه واعرف. وانت هتلاحظ، انت لما توصل للوعي ده هتلاحظ ان هو ده اللي بيهديك، هو ده اللي بيقويك، وان اللي بيضطرك اصلا تحتقن هي البرمجة القديمة. برضو احنا يعني دخلنا يعني اللي هو الموضوع. كان نفسي يبقى يعني فوق الارض شوية، بس واضح ان انت محتاج الكلام ده. كان نفسي اسأل اسئلة. طب تعالوا نسأل. هي طبيعة الأذر سيلف نفسها ان هي اللي بتتواصل معانا دلوقتي، مخلياني فاهم غصب عني أسأل الأسئلة اللي هي تشبهها. بس ممكن نسأل مثلا هي بتتواصل معاك في ايه او ازاي؟ ايه اكتر الطرق اللي بتتواصل معاك بيها، اللي بتدللك على وجودها بيها؟ الطيور يا جماعة، الطيور. وأوقات القلق لما بتبقى قلقان هي بتكون حواليك جدا، وبتحاول تقولك افرد جناحاتك، بس بيبقى صعب طبعا في الأوقات دي. لما تشوف طيور، وخاصة غربان، اعرف ان هي بتتواصل معاك من خلالها. الغربان مش شؤم ومخيفة زي ما طبعا الثقافات بتصورها. على فكرة بتتواصل معاك في اوقات تعبك. طالع الفايف اوف سوردز وثري اوف سوردز. اوقات تعبك هي بتكون موجودة جدا 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 حواليك، اكتر اوقات تعرف ان هي موجودة حواليك. ايه كمان من الدلائل اللي بتكون
تكون موجودة هي حواليك فيها، تستدل على وجودها ازاي. لما تكون بتبص على ضوء ساطع، ضوء شمس، ضوء القمر، وتحس انك متصل قوي بالضوء ده. يعني في حاجة كده في حركة قلبك، اعرف ان هي موجودة، ان هي انك سمعت همسها في اللحظة دي. لما تحس حركة غريبة اوي، مش عارفة افهم الكارت ده اللي عايز يقوله، بس حاسة فيه حركة قوية. لما تحس بحركة مش حاسة هوا هنا، في حركة لعنصر انا مش قادرة حاساها حركة داخلية، عارف، رجوة كده داخلية. ممكن اخرج كارت تاني كده يوضح لي الكارت ده عايز يقول لي ايه من الدلائل الكارت ده عايز يقول لي ايه في الدلائل دي. داخلية، زي ما بقولك حركة داخلية، الهاي بريستس. لما تحس الرجة دي من جواك، تحس ان حاجة قوية، حركة قوية كده حاصلة في قلبك. توضيح تاني. برضو انا والله كنت هقولك برضو النار، بس برضو نار داخلية، يعني نار داخلية، نار دافية كده، دفى بس قوي. تحس فيه باور، تحس فيه طاقة كده في قلبك. اعرف برضو ان هي موكلة بأمر الله ان هي توصل لك الطاقة دي. الكارت ده عمال اهو النايت اوف كابس والفور فونز، يعني اللي هو توأم الشعلة طول الوقت. you've got mail. لو عايز تفهم الموضوع ده اكتر، اسمع على الاوديو بتاع you've got mail. بس اللي هو انت طول الوقت عندك ميل منها. طيب يا مجموعة، لا، مجموعة ايه، مفيش مجموعات. شكرا ليكم الناس اللي سمعوا معايا القراية دي، واشوفكم في قرايات تانية، ويا رب تكون القراية دي لمست فيكم حاجة و باي باي.